أسعدتم ظهيرة أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضاء الإلكتروني نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. خطوات للقضاء على العادات الضارة وضمان الصحة البيئية. عيادة ضاحية بولو تلعب دورا كبيرا في ضمان صحة الأمهات والأطفال. وضرر أكثر من 62,000 دولار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وهجوم جديد قرب أكاديمية عسكرية في كابول. نيوزيلندا تستأنف عمليات البحث عن عبارة مفقودة. ومقتل شرطيين مع استمرار استهداف الشرطة في كولومبيا. أهلا بكم للتفاصيل. أعلن مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة عن إنجاز أعمال فعالة في سبيل الحد من العادات الضارة التي تسبب أضرارا جسدية وذهنية على المرأة. وأوضح مسؤول مكتب الصحة في إقليم عنسبة الدكتور كستا برهان سلومون في الاجتماع التقييمي الذي أقيم في 25 والسادس من يناير الجاري، أوضح المهام التي أنجزت بالتعاون مع الشركاء في العام 2017، منها إعلان خلو مديريتي أسماط وهبر من حالات ختان الإناث، واستفادة 157 من القرى على مستوى الإقليم من دورات المياه. وأشار الدكتور كستا برهان سلومون عن انخفاض مرض الملاريا في العام 2017 بنسبة 32% مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك في إطار الأنشطة الجارية للحد من المرض ومراقبته. وشفاء 87% من مرضى السل البالغ عددهم 246 مريض. كذلك ارتفاع متابعة الحوامل أوضاعهن في المستشفيات، فيما يتطلب جهودا جبارة لتعزيز برنامج التطعيم والولادة في المراكز الصحية. وأفاد التقرير المقدم عن بناء عنابر انتظار الحوامل في عيادة حمل مال ومستشفى علا برعيد الأهلي وعيادة حلب منتلل بالمشاركة الأهلية ضمن برنامج تطوير وتوسيع الخدمات الصحية. ووضع برنامج لبناء مركز صحي في منطقة قزقزة. كما تم توزيع سيارتي الإسعاف لعيادة عتك ليزان وجنقرين وتوسيع خدمات الطاقة الشمسية. وقدم المشاركون من جانبهم آراء وتوصيات بناء أهمها الدفع بالمتابعة والوقاية الجارية لصحة الطلاب في المدارس، وبناء عنابر انتظار الحوامل، وإيجاد حلول لنقص المستلزمات والمهنيين في مستشفى كرن المرجعي، والعمل بالتركيز على تجميع القرى المتناثرة. وركزت وزيرة الصحة أمينة نور حسين في الكلمة التي قدمتها العمل المنسق للقضاء على العادات الضارة مثل ختان الإناث وإزالة اللهات، والمتابعة الجادة للأضرار الجانبية التي تسببها الأدوية، وتعزيز دور وإسهامات المهنيين الصحيين لإنجاح الجهود الجارية للحد من وفيات الأمهات والأطفال. أوصت مجموعة من الشباب إلى التمسك بقيم المجتمع السمحة وعدم أخذ ممتلكات الغير وتسليم الممتلكات التي يتم العثور عليها لأصحابها عبر الشرطة. وقدم الشباب آرائهم بهذا الشأن في تقرير الشرطة لعام 2017 الذي أشار بتسليم المواطنين من مختلف الأعمار ممتلكات وأموال عثروا عليها تقدر بنحو 3.5 مليون نقفة إلى الشرطة وإعادتها لأصحابها. وذكر الشباب بأن عادات المجتمع لا تركز على الرخاء الفردي بقدر اعتمادهم على القيم الأساسية السمحة والتضامن والتكاتف والتعاون الاجتماعي وعدم الرغبة في ممتلكات الآخرين. وعبر الشباب عن ارتياحهم لمشاهدة الأطفال يتحلون بهذا السلوك النبيل الذي يضمن توارث القيم. وأفاد الشباب مقدمي الآراء أن الحداثة والعولمة ورغم جوانبها الإيجابية لها جانبا خطيرا في تلويث قيم وثقافة المجتمع بأفكار وسلوكيات سلبية. صرح سكان منطقة غولو في مديرية سنعفة بأن العيادة المشيدة في منطقتهم تلعب دورا كبيرا في مكافحة الأمراض المعدية وخاصة ضمان صحة الأمومة والطفولة. وأوضح بأن العاملات في العيادة يقومن بمتابعة جيدة للحوامل قبل وبعد الولادة وتنظيم حملات تعبوية، مما يلعب دورا ملموسا في ضمان صحتهن وصحة الجنين، مناشدين ببناء عنبر لانتظار الحوامل نظرا للقادمين من مناطق تلها نرعي
ودوغوغلو، وذكر عن وجود 5 مدارس من الابتدائية وحتى الثانوية في المنطقة تقدم خدمات تعليمية ملموسة، موضحين حل إشكالية المواصلات في خط صنعاء في عد غولو. هذا ويقطن منطقة غولو التي تبعد 12 كيلومتر من مدينة صنعاء وتقع من الناحية الشرقية 800 مواطن. أوضحت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن تلقي تبرعات بلغت 62316 دولار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وقد تبرع المواطنين المقيمون في الدول الاسكندنافية بمبلغ 36539 دولار، حيث تبرعت بالمبلغ جمعيات الإريتريين في الربرو واسكارا وموتالا، والجالية الإريترية في جنوب السودان، والإريتريين المقيمون في المهولت، وجمعية أمانة الشهداء في أوبسالا، وإريتريو للتصدي في أنيبي يونشيبون، والإريتريين المهتمين المقيمين في دونشا النرويجية ومواطنون آخرون. هذا وتبرعت لجنة رعاية أسر الشهداء في تورونتو ورعاية أسر الشهداء في إدمنتون ولجنة الاحتفالات في مدينة وين بيج وأعضاء الجبهة والإريتريين المقيمون في مدينة كيشنر وواترغالف، وكذلك لجنة الأعياد في مدينة لندن الكندية وغيرهم من المواطنين بمبلغ 25776 دولار. وقفة قصيرة ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. نجدد التحية. هاجم مسلحون موقعا للجيش الأفغاني قرب أكاديمية عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول، وقتلوا 11 جنديا في رابع هجوم كبير ضمن موجة من أعمال العنف في الأيام ال9 الماضية. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية أن 5 مسلحين هاجموا موقعا للجيش قرب أحد الأكاديميات العسكرية الكبرى في البلاد، وقتلوا 11 جنديا وأصابوا 15 قبل أن يتم التقلب على المهاجمين. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له مسؤوليته عن الهجوم قرب أكاديمية المارشال فهيم العسكرية على المشارف الغربية للعاصمة كابول. وقتل في الهجوم 4 مسلحين وتم اعتقال الخامس. ووقع الهجوم بعد يومين من تفجير سيارة إسعاف في وسط المدينة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 105 شخص، وبعد ما يزيد على أسبوع من هجوم على فندق انتركونتيننتال في كابول أيضا أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا. مشطت الطائرات العسكرية النيوزيلندية جزءا من المحيط الهادي بحثا عن المزيد من الناجين من عبارة مفقودة بعد إنقاذ 8 أشخاص كانوا على متن زورق مطاطي جرفته المياه لأيام. وكان سلاح الجو قال في البداية أن عدد الناجين 7، لكن عدل الرقم لاحقا إلى 8 في بيان. وتشير التقارير إلى أن العبارة البالغ طولها 17 مترا والتي كانت تقل 50 شخصا فقدت في 20 من يناير بعد يومين من مغادرتها جزيرة نونوتي في رحلة طولها 250 كيلومتر إلى بيتيو في جزيرة كريفياتي. قالت السلطات في كولومبيا أن انفجارين استهدفا مركزين للشرطة في منطقة مطلة على البحر الكاريبي أسفرا عن مقتل شرطيين وإصابة 7 أشخاص، وذلك بعد يوم من هجوم مماثل أودى بحياة 5 من رجال الشرطة وأصاب 40 آخرين. وذكرت الشرطة في بيان لها أن أحد الهجومين تسبب في مقتل شرطيين في إقليم بوليفار الريفي، بينما وقع الآخر في سوليداد بعد ذلك ب4 ساعات تقريبا وفق لما قاله مصدر بالشرطة. وألقت الشرطة القبض على شخص لصلته بانفجار وقع في مدينة بارينكالي الساحلي، الذي يقول مسؤولون أنه ربما يأتي انتقاما من استهداف الشرطة للعصابات الإجرامية. وتعاني كولومبيا من عدد هائل من العصابات التي تنشط في أنحاء واسعة من المناطق الريفية وفي المدن الرئيسية. وفي المحطة الأخيرة، زار القاهرة أطول رجل في العالم التركي سلطان قوسين،
وأقصر امرأة في العالم الهندية جيوتي أمجي اللذان يزوران مصر لأول مرة. وقال سلطان كورسين أطول رجل في العالم خلال المؤتمر المقام في فندق بالقاهرة أنه تخطى كل الصعاب والمعاناة بكل صبر، وأعرب عن سعادته بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك لأنها أتاحت له الفرصة لكي يطوف العالم. من جهتها قالت الهندية جيوتي أمجي أقصر امرأة في العالم أنها كانت تواجه صعوبات عندما تذهب إلى المدرسة، وكانت تعيش حياة مليئة بالنبز والكره، فضلا عن أنها كانت تعاني من الاضطهاد بسبب قصرها، لكن بعدما دخلت موسوعة جينيس أصبحت مشهورة وتحوز على حب وإعجاب الكثيرين. مع هذه الأخبار نصل وإياكم المشاهدين الأفاضل إلى ختام هذه النشرة، نشكركم على حسن المتابعة والاستقاء. في أمان الله.